هذا ما حمله الطبيب كريستوف ومعه المعد البدني لوليد الركراكي، وذلك لمصلحة اللاعبين معا كي لا تحدث مضاعفات ثانوية لا قدر الله في القادم من المباريات، وعطفا على تعافيهما المتأخر من تبعات الإصابة التي حرمتهما من اتباع نفس النسق التدريبي الذي كان عليه بقية الزملاء منذ بداية المعسكر هنا داخل المجمع، ثم لاحقا في سان بيدرو، حيث دشن أول ظهور لهما مع بقية الرفاق في نسق تدريبي جماعي بداية من حصة السبت، وقد سمح لهما بالركض بالكرة قبل أن يندرجا في حلقة مباراة تجريبية خفيفة منعت فيها الالتحامات لاحثا. عوائق اللعب زالت، لكن خوض مباراة من 90 دقيقة غير متاحة رسميا بيقين تام للعميدين الأول والثاني داخل الأسود، وهو ما يضعه الركراكي في اعتباره قبل المواجهة المرتقبة أمام الطايفة ستار.